ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. ما زلنا نتحدث عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالمناقشات حول تقبل الشعوب وتقبل المسلمين لهذه الشعيرة، ومدى اجتهادهم وعملهم بها حتى يرضوا ربهم سبحانه وتعالى، أو بمعنى أصح ما هو واقعهم تجاه هذه الشعيرة. ونحن نناقش هذه الشعيرة العظيمة فيما يخص بلادنا إريتريا. فشعبنا الإريتري مسلم عرف منذ عقود طويلة بأنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وتعلمنا من آبائنا التوجيه والإرشاد ونحن نمر في الطرقات. فالعيب معروف والحرام معروف، والطيب أيضا معروف تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. فعاش شعبنا الإريتري على هذه القواعد الأساسية الطيبة النافعة، ثم جاءتهم الأفكار الهدامة من هنا وهنا، وحوربوا كثيرا ونيل منهم كثيرا، حتى بلغت هذه الشعيرة أو كادت أن تنسى. لأجل هذا طرحنا هذا الموضوع وناقشناه معكم من خلال هذا البرنامج، ولا زلنا نناقش. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ عبد العزيز عطا النصراي، الداعية المعروف. باسمكم جميعا أرحب به. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله يا شيخ. تكلمنا عن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن خطورة الأمر بالمعروف عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا في مسألة مناقشة بعض المنكرات في بلادنا. فبرأيكم نبدأ بالسؤال الأول: ما أعظم ما ينبغي أن نأمر به، وما هو أعظم ما ينبغي أن ننهى عنه؟ نبدأ بهذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أعظم ما ينبغي الأمر به وهو توحيد الله تبارك وتعالى. أحسنت. وهذا الأمر الذي خلق الخلق لأجله، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وحده سبحانه وتعالى، وترك الشرك به جل جلاله. فأعظم ما نأمر وننهى عنه في هذا البلد المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه، أن نأمر بالتوحيد،
وترك الشرك. تلك القبور التي تراها وتلك مظاهر الشرك والأعياد التي تقام ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، الذهاب إلى قبر الولي الفلاني والشيخ الفلاني ورفع اليدين والدعاء، قولك توكلنا تحضرنا، ومن هذه الألفاظ الشركية التي تهلك شيخ برهان، لأن هذا أساس البناء، فإن هدمت هذا الأساس فلا يبقى لك أساس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن الشرك للجميع لا يغفره أبدا إن مات على شركه. فينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا بالله. فيقول حجتهم ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة الناس، يقول لك نحن لا نعبدهم، إنما هم أناس صالحون ولهم أعمال صالحة وكذا، فنحن نستشفع بهم على الله. وهذه حجتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الزمر، حيث قالوا إيش حينما سئلوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء أناس صالح نريدهم بيننا واسطة بيننا وبين الله، والله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، لأنه سبحانه وتعالى قال مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهب إلى الشيخ الفلاني والولي الفلاني الذي تحسبه وليا فتطلبه أو تسأله أن يشفع لك عند الله، فهذا كله من الكلام الباطل ومن الكلام الباطل. وهذا الأمر فتح الباب على مصراعيه، فأصبح الناس يذهبون، وبعض ضعاف الدين ضعاف الإيمان يذهبون إلى هؤلاء المشايخ ليسألوهم حاجات لا يقدر عليها إلا الله، مثل أن يرزقوا المال، أو ترزق المرأة الزوج، أو الزوج أن يرزق زوجة صالحة، أو يرزق الأبناء، أو يشفي لهم مريضا أو غير ذلك. والله تبارك وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين. ومن هذا الأمر كثير يا شيخ برهان، لهذه الأسباب، هذه أسباب خطيرة. فبداية ما نؤمن به أو ينبغي علينا أن نطهره في هذا البلد وفي بلاد المسلمين هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما تأمر به وتنهى عنه، تأمرهم بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمة إذا بعدت عن الشرك أفلحت. بقية الذنوب مهما كانت من الكبائر لا تأتي مثل الشرك بالله تبارك وتعالى، وغيره طبعا، الشرك والإلحاد والكفر بالله، كل ما يتعلق بنكران الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره، هذا يكون أمره خطيرا. ثم يأتي بعد ذلك بقية الذنوب على حسبها. فالزنا من الأشياء الخطيرة التي تفسد النسب وتفسد البيوت، فلا الرجل والمرأة من أبوها أو من أمها، في الغالب يكونون مع أمهاتهم وآباؤهم لا يعرفون، أو معروف أن فلان هذا ابنه وتركه، ولكن لا ينسبه إليه ولا يورثه ولا يعترف به، وهكذا من الأشياء. وكل هذا لأننا تجنبنا أمر الله سبحانه وتعالى وضعفت النفس، ووقعنا في فاحشة الزنا، ثم يتتابع الأمر على هذا المنوال. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. طيب، فيما يتعلق بمن يقول يعني أنا لا أستطيع أن آمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل إريتريا لأنني سأتهم بأني وهابي، وبالتالي سأتعرض إلى كثير من الأذى، توجيهكم لأمثال هؤلاء؟ التوجيه لأمثال هؤلاء هو أن نقول لهم فاتقوا الله ما استطعتم،
ليكن أمرك ونهيك في أقاربك الذين تأمرهم، الذين تأمنهم، يعني أن لا يبلغوا عنك أو أن لا يجعلوك في مشكلة قد تفقد فيها حياتك أو نفسك. تأمر مثلا في زوجتك، في أبنائك، في أمك، في خالتك، في عمتك، في عمك، وهكذا. وإن لم تستطع أن تنكر وتخشى على نفسك خشية حقيقية وليست خشية موهومة، فيأتي ذلك المنزل الذي بعده، المنزلة التي بعدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيأتي للمنزلة الثانية، إن لم يستطع تغييره بيده يأتي بلسانه، فإن لم يستطع بلسانه يكون بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وكل بحسبه. وأحيانا يا شيخ برهان تجد أن الإنسان يتوهم وليس، يعني أحيانا كنا نجد مثلا نرى بعض الناس في منكر فتجد النفس تنازعك: يا أخي ربما لو كلمته رد عليك بغلظة أو قال لك كلاما، أو فتذهب تشجع نفسك فتذهب تخبره فيرد عليك ردا جميلا وردا حسنا، يخزي الشيطان. وأحيانا ربما تجد أيضا ردة فعل سيئة، ولكن هذا كله في ذات الله تبارك وتعالى، فأنت مأجور على ذلك. ويبقى كل أمر على حسبه، كل وضع على حسبه. طيب، بالنسبة لما يتعلق واصبر على ما أصابك، كيف توجهون ذلك؟ يعني الآن المرء يصبر على ما أصابه، ربما أحيانا إذا كان نوع الأذى ما هو نوعه. مثلا ربما أنت تذهب إلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء رجل جاء إلى سلطان جاء فأمره ونهى فقتله. لكن هذا الأمر هل يطيقه كل أحد؟ هل يطيق الصبر عليه كل أحد؟ وربما أخذه ذلك الظالم فسجنه وعذبه، ربما يؤدي به إلى ضعف دينه. فكل واحد يعرف إيمانه. ولذلك في حادثة خلق القرآن حينما كان في عهد المأمون وعهد المعتصم، العلماء اختلفوا في وضعهم، فمنهم من جهر ولم يرضى، ومنهم من يعني سايس، ومنهم من فاختلفوا. فهذا كل بحسب صبره. ولكن الكلام إذا كان مع شخص عادي ولا تأمن غائلة، إلا أن تأمن مثلا أن يضربك أو أن يشتمك أو أن يقول فيك وهابي أو كذا، إذا كان هذا الكلام فهذا تصبر عليه، لأن هذا كان الشيخ عبد العزيز فيه ضياع الدين. يعني مثلا لو تدخل المسؤولون في وزارة الأوقاف وأئمة المساجد وغيرهم في السياسة، فقام النظام مثلا باعتقالهم، نقول النظام، ربما نقول النظام محق، لكن هم لا يتدخلون في السياسة ولا يعترضون على الأنظمة، إنما فقط يدعون إلى الله وينهون عن المنكر، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، يأمرون بالفضيلة وينهون عن الرذيلة، يأمرون بالسنة وينهون عن البدعة. فهل هؤلاء نقول لهم أنتم معذورون وأنتم ليس عليكم أي حرج، فبالتالي جاملوا وضيعوا السنة وارتكبوا البدعة، ما عندكم أي مشكلة؟ هل نقول لهم هكذا؟ يختلف كما أخبرتك، يختلف على حسب وضعه العلمي. فإن كان عالما يقتدى به ومجاملته تؤثر في الأمة تضيع الأمة، فينبغي له أن يجهر وإن أصابه ويصبر على ذلك. وإن كان من عامة الناس الذي لا يعرف، مجرد ينكر منكر وعنده علم قليل، فذلك يختلف وضعه من صاحب العلم. كذلك فيكون في أوساطه، العام في أوساطه. ولهذا أخبرتك أنا، ولهذا تكلمت في أنه يدعو زوجته وأبناءه وعمته وخالته أقاربه
الذين يأمن غائلتهم وأوساطه. يعني هو غير معذور في كونه كذا. بعض الناس، طيب الشيخ عبد العزيز، مع الأسف وصل به الأمر من ضعف الإيمان إلى أنه يرفع تقارير ضد إخوانه، يرفع للنظام تقارير ضد إخوانه بأن هذا إرهابي اسجنوه، وهذا وهابي اعتقلوه، وهذا عنده بنت لم تشارك في ساوى، وهذا وهكذا يرفع هذه الشكاوى والعياذ بالله ليمنع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مسألة خطيرة وخيانة لإخوانه، خيانة ينبغي للمرء. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشبك بين أصابعه. فينبغي أن يرحم أخاه ولا يكون أذية له. وهذه من الخيانة التي يفعلها بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. فيكتب تقريرا، وليس الأمر في بلدنا فقط، في بلدان كثيرة يكتب تقارير ويتكلم عن الناس ويفعل فيتأذى، وأحيانا ربما يكون كذبا، إنما بينه وبينه حسد لأنه رآه في نعمة أو رآه في خير فكذا يريده أن يؤذيه أو لم يحبه فيكتب فيه. هذا من الباطل الذي لا يقره الإسلام، لا يقره الشرع. ينبغي للمرء الذي يفعل هذا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يؤذي إخوانه. أذية الناس لا تجوز بأي حال من الأحوال، إلا إنسان متحقق خطره، معروف خطره، فعلا فيه ضرر على الأمة، فيه ضرر على البلد، فيه ضرر على الدولة وغيرها ممن يتخابرون مع الآخرين ويريدون إفساد البلد، هذا يختلف وضعه. هذا ينبغي أن تحتسب الأمر في الله. ولكن الأمور التي ذكرتها في الغالب هي مجرد كيدية. من يتحمل يا شيخ عبد العزيز حزن الزوجة المسجون زوجها؟ من يتحمل حزن وتكاليف ومصاريف الأطفال والأبناء؟ من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ أين يذهب هذا الذي يرفع هذه التقارير؟ كيف سيكون وضعه؟ أليس يا شيخ عبد العزيز دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ بلى. أليس من ينصر الظالم على المظلوم يكون مثله ظالما؟ لا شك. كيف هؤلاء لا يخافون عقوبة الله عز وجل؟ كيف هؤلاء يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني كثير من الأسر بليت برفع التقارير والتجسس على إخوانه. أين معنى إنما المؤمنون إخوة؟ أين معنى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ لماذا أمثال هؤلاء يا شيخ عبد العزيز يذهبون وراء الظلمة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم؟ لماذا هؤلاء يا شيخ عبد العزيز يذهبون أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. والعياذ بالله تجدهم يعني أشد الناس على إخوانهم وأرفق الناس مع الظلمة والكفرة والمجرمين. هذا الصنف من الناس صنف عجيب، يعني الآيات والأحاديث مقلوبة عندهم. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وأمثاله يكونون أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة. جرمهم عظيم. لذلك هؤلاء أخطر حقيقة من ذاك العدو الواضح. العدو الواضح أمامك واضح، عدو ومعادي، ولا يريد الإسلام ولا يريد الدعوة ولا يريد القرآن ولا يريد الحجاب، واضح. لكن هذا يتخفى بزي العلم ويتخفى بزي
الدين والتقوى والصلاح، وهو أكبر عدو لدود لهذا المنهاج والعياذ بالله. لذلك طرحت عليك هذا السؤال لتبين ليس مجرد أنه هو إذا وجد أحد يرفع، لا، هذا إجرام، يتتبع هؤلاء ويكتب عنهم ويسجنهم. فنسأل الله تعالى أن ينتقم لإخواننا، آمين، وأن ينزل بهؤلاء المجرمين أشد العقوبة، وأن يريهم عجائب قدرته في أنفسهم، فجنود الله عز وجل لا تنتهي. طيب شيخ عبد العزيز، نواصل معك. يعني ذكرتم كلاما جميلا أن صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهله وإخوانه وجيرانه ومن يأمنهم، وأيضا هذا أمثال هؤلاء الذين يعني هذا الصنف الذي تحدثنا عنه يعني لا ينفع معه إلا أن يهديه الله أو تنزل عليه العقوبة، إجرام والعياذ بالله. لكن هناك إخواننا نختلف معهم في بعض المناهج يا شيخ عبد العزيز. يعني هناك صوفية في بلادنا، بعض الأذكار، قراءة ياسين عند الموتى بعد في العزاء، هناك مثلا يعني مخالفات شرعية وكذا. تجد بعض الشباب يأمر بالمعروف بشدة، يأمر بالمعروف بغلظة وينهى عن المنكر بغلظة، يأمر بالمعروف بشدة وينهى عن المنكر بغلظة. وقد وجدنا بعض هؤلاء الشباب لا يأكل من ذبيحة أبيه. ليه يا أخي ما تأكل؟ يقول لك أنا أبي هذا كافر أو مشرك، أنا لا أكل معه، أو لا أكل من ذبيحته، ولا يرضون أن يصلوا مع إخوانهم. توجيهكم لهؤلاء يا شيخ عبد العزيز؟ هؤلاء والعلم عند الله ينقصهم العلم والتوجيه. هؤلاء قوم لم يتربوا على العلماء الربانيين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم يعلمون طلبة العلم على صغار العلم قبل كباره، فسماهم ربانيون. فهؤلاء لم يتربوا على أمثال هؤلاء من العلماء، إنما أخذوا العلم من بطون الكتب دون أخذ الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم الصحابة العلم عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم العلم كما قال ابن عباس: كنا نحفظ 10 آيات فنعمل بها، فكنا نتعلم الإيمان والعمل. فهؤلاء للأسف فيهم حماس الشباب الذي يودي بهم لكثير من المشاكل والأمور الخطيرة التي تراها. ينقصهم الحكمة، وليس هذا. إن كان يعني للأسف هؤلاء القوم بدل أن يناقشوا آباءهم أو كبار السن ويجادلوهم بالتي هي أحسن، إن كان الله سبحانه وتعالى أمرك أن تجادل أهل الكتاب وهم الذين كفار ومشركون بأن تجادلهم بالتي هي أحسن لترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين الحق، وأمرك أن لا تسب دينهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فما بالك وهو مسلم ويزعم أنه يحسن عمله، هو مخطئ، هو لا يخطئ ذلك تعمدا فيما نحسبهم، إنما يظن ذلك إحسان عمل. فتجدهم هؤلاء الشباب فيهم تهور فيغلظون على هؤلاء، وكما ذكرت ربما يكفرونهم ويقولون هؤلاء مشركون ولا يصلون معهم ولا يأكلون. هذا من الخطأ الفاحش الذي ينبغي لهذا الطالب أن يتربى على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولهم الهداية. لكن شيخ عبد العزيز، يعني هؤلاء الشباب هم مستندون على أدلة واضحة بأن هناك فعلا في شرك في بلادنا، لا شك، هناك في ذبح، هناك في أقصد ذبح عند القبور، يعني نعم، لا يفهم بعضهم ذبح بمعنى آخر، نعم، يعني ذبح عند تذبح الذبائح وتذبح الأبقار والأغنام عند القبور، وهذا صحيح، بل أن بعض الأئمة يعلن عن هذه الشركيات في المساجد. شباب معهم حق، كيف يكون التوجيه بميزان؟
هو الآن هو لا ندعي أن الشباب ليس معهم الحق، نحن نتكلم في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة. هل لا بلغتهم؟ هل لا علمتهم؟ هل لا وجهتهم؟ أناس نشأوا على هذا الأمر منذ صغرهم، منذ نعومة أظفارهم، فيرون أن هذا الحق الذي ليس غيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما ينافح في وسط قريش، وهو يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يجادلهم بالتي هي أحسن ويدعوهم بالحسنى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ليذهب ويكسر أصنامهم أو يلعنهم أو أنتم، لا، يا قومي يا أبا فلان أفرغت يا أبا فلان، ثم يقرأ عليه الآيات، ثم يقرأ عليه. هو الكلام في طريقة الدعوة وليس في أساس الدعوة. هم هؤلاء القوم حينما يشركون بالله ذكرنا أنه هذه من المصائب والبلاوي ومن أكبر المصائب التي في بلادنا وفي بلاد كثير من المسلمين. نحتاج أن نعلم الناس التوحيد، ولكن لا بد أن تتودد إليهم حتى يقبلوا منك، لأنه حتى لو كان معك الحق، الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بك أيها الإنسان المسكين؟ ربما أنت ما تعلمت الشيء الكثير، معك قليل من العلم، جزاك الله خير على إيصالك، لكن لا بد أن تحسن في طريقة البلاغ، لا بد أن تبلغ الناس، تحببهم إليك، تحببهم، تتودد إليهم حتى يتقبلوا منك النصيحة. أما أن يكون هو أمرك تأتي وأنت مشرك وأنت كافر، فهذا الناس لا يتقبلون منك، ويرونك أنك شاب صغير غر متهور. في بلادنا من يعني يرى الفكر العلماني، وفي بلادنا من يرى فكر الإلحاد ويقول لك: الله أين هو؟ في بلادنا من يكون عنده أفكار هدامة، كيف توجه هؤلاء؟ كلهم ينبغي الأمر مبناه يا شيخ برهان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما الكثير يدعي أنه على كتاب الله وسنة رسوله، ولكن لا بد أن يكون على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: الخير كل الخير في اتباع من سلف. أو قال قولته المشهورة أنه يعني الأخذ عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الفلاح، والأخذ عما بعدهم خاصة من متأخري الأزمان، حينما بدأت الأضرحة والقبور تنتشر في عهد البويهيين في في القرن الخامس الهجري. هذه من الباطل الكثير الذي ينبغي أن يتجنبه الناس. لا إلحاد. هناك طيب يا شيخ عبد العزيز، معلش، هناك من يرى أن الحجاب الشرعي بالنقاب وتغطية الوجه ولبس القفازات يراه أنه يولد لنا إرهابيين، كيف ترد عليه؟ يعني هذا أمر مضحك يا شيخ برهان، يعني للأسف حتى يعني أرى أنه لا يحتاج الرد عليه. يعني هذه الآن مثلا، وهذا من التناقض، الآن مثلا تجد بعض الأحزاب اليهودية أو بعض الأديان اليهودية الذين تمشي المرأة متحجبة يا شيخ برهان، تغطي وجهها ولا تصافح الرجال ولا تقربهم، ملتزمة على السكين، ملتزمة على السكين. حتى أنت لو رأيت الآن لما زار الرئيس الأمريكي إسرائيل قبل فترة، كانت هناك مغنية لم تقبل السلام على بايدن، رفضت. عجيب. نعم. ولم يتكلم الإعلام ببنت شفة، ولا قال عليها إرهاب، ولا قال عليها إرهابية. انظر إلى التطرف، مع أنه إذا المرأة قالت أنا لا أصافح وهي كاشفة وجهها وكذا أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها. فأقول لك في بعض الأديان الآن مثلا المرأة اللي هي الراهبة
لما تكون راهبة تلبس الحجاب وتلبس كذا ما تظهر إلا وجهها ما حد يعترضها لا في مطار لا في كذا ولا حد. طيب هذا الذي يقول ولكن هو المقصد منه هو الإسلام. هم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هذا هو الأمر. مشاهدينا الكرام، كنا في حديث ماتع مع الشيخ عبد العزيز عطا، ولم نتمكن من إعطائه نصيحة يوجهها إلينا في 30 ثانية سأخذها عنه، وأقول لكم إن شاء الله سيستمر التواصل مع الشيخ عبر التواصل الاجتماعي، ويستمر التواصل معكم أيضا عبر هذه القناة. مشاهدينا الكرام، أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل